السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا الحدث. اليوم نتناول الأخبار العاجلة في الجزائر. متابعينا الكرام، الآن سنعرج عن حالة الطقس والمناطق الجزائرية إن شاء الله في آخر التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس والمواقع العالمية، حيث تشير إلى حالة قوية على المناطق الجزائرية بعد استقرار في حالة الطقس. عودة الثلوج والأمطار من جديد إلى المناطق الجزائرية والمرتفعات الجزائرية مع أجواء شتوية باردة بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، سنتابع معكم الولايات والمناطق التي ستكون معنية بهذه الحالة القوية على الجزائر، وإن شاء الله كل الخير لكل الجزائريين وأيضا الفلاحين. متابعينا الكرام، سوف نشاهد معكم تحرك هذا الاضطراب القوي على المناطق الجزائرية. تقريبا هي شبه عاصفة قوية ثلجية إن شاء الله، وأجواء ستكون سيبيرية باردة على المناطق الجزائرية. إذا نشاهد معكم هذه الحالة هنا، إذا نشاهد على المناطق الشمالية كلها مناطق معنية بأمطار معتبرة وغزيرة جدا. ثلوج أيضا ستكون على مرتفعات متدنية ومستويات متدنية إن شاء الله. الحالة ستتعمق أكثر ناحية المناطق الصحراوية ومناطق شمال الصحراء والواحات. متابعينا الكرام، هذه الحالة من المتوقع أن تكون، وتأثيرات هذه الحالة على المناطق الجزائرية ستبدأ بداية من 19 من شهر فيفري. تدوم هذه الحالة إلى غاية 14 و15 من شهر فيفري، يعني لمدة 3 إلى 4 أيام. حالة قوية على المناطق الجزائرية، أجواء باردة سيبيرية وشتوية كما قلنا. الحالة متابعينا الكرام ستشمل كل المناطق الشرقية الوسطى والغربية، يعني كل المناطق الشمالية بالإضافة إلى المدن المطلة على البحر والمناطق والولايات الساحلية. المناطق الصحراوية، شمال الصحراء والواحات، الأوراس، منطقة الصورة، بإذن الله تعالى كل هذه المناطق ستكون معنية بالأمطار وأيضا بعض الثلوج على المرتفعات والقمم الجبلية إن شاء الله. الأجواء ستكون باردة أيضا على كل المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية. هذه الحالة ستمس أيضا المناطق الجنوبية الجزائرية بحالات قوية. أجواء تقريبا كما قلنا هي سيبيرية باردة على مناطق الجزائرية شمال يعني قارة إفريقيا كتونس، الجزائر والمغرب، وأيضا المناطق جنوب قارة أوروبا، وكما قلنا فرنسا، إسبانيا، البرتغال. كل هذه المناطق ستشهد عواصف ثلجية قوية وحالات قوية، وإن شاء الله بشرى لكل الجالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.